صرحت الصحف الأسبانية أنباء كاذبة عن وجود شرط بعقد مارتن أوديجارد لاسترجاعه للبيت الملكي مرة تانية، وزعمت تقارير بأن ريال مدريد ممكن في أي وقت يفعل البند في عقد أوديجارد ويرجعه للسور الملكي. والجدير بالذكر أن مارتن أوديجارد انتقل لنادي أرسنال الإنجليزي في صيف 2021، والنادي الملكي منبهر من أداء اللاعب الغير طبيعي مع النادي اللندني واللي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي. وبعد أداء اللاعب النرويجي مع مدفعية لندن والمساهمة بشكل كبير في فوز النادي في كل المباريات، صرحت الصحف أخبار كاذبة بأن النادي الملكي ندمان على بيع أوديجارد وبيفكر في استرجاعه مرة تانية. وأكد الصحفي فابريزيو روماني خبير الانتقالات للاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه على تويتر إن نادي ريال مدريد ما بيمتلكش أي شرط في العقد لإعادة شراء أوديجارد مرة تانية، وإن اللاعب النرويجي ما عندهوش نية للرجوع مرة تانية لنادي ريال مدريد، وإن اللاعب مغرم بمشروع المدرب الأسباني أرتيتا مع نادي الأرسنال واللي بيقدم أداء غير عادي في الدوري الإنجليزي. ونجح النجم النرويجي انه يسجل 7 اهداف و5 تمريرات حاسمة مع ارسنال في الموسم الحالي.